السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا يا بنات، عندنا شغل كتير في المطبخ كده، شمروا كده وتعالوا كده ورايا. كان عندنا هنا شوية فلفل الوان كده جايباهم يا اختي من العيد، والله كنت مستلقطاهم كده من السوق وحطيتهم ولقيتهم هيتبلوا مني وهيبوظوا مني. رحت جايبة على طول ايه، رحت جايباهم وحطاهم في شويه ميه بخل كده، وقلت على بال ما اغسل شويه المواعين اللي ورانا يكونوا هم اتنقعوا كده وامسكهم اغسلهم ونظبطهم سوا. عندنا حبه شغل يا بنات بس حلوين قوي. المهم شويه الاكل اللي فيهم طعمهم زي العسل. تعالوا بقى شوفوا المفاجآت اللي جايه ديت، ما تستعجلوش على رزقكم، بس يلا ادوني اللايك والشير. وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم في الله وحشتوني كتير قوي 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 قوي. يلا بقى همتكم كده معايا، شماري شماري يلا، ما هو الحوض ده ما بيخلصش ما انتوا عارفين. المهم بس والله اليوم كان جميل جدا جدا جدا، واللي اتعمل فيه كان حلو قوي. انا نفسي ما كنتش مفكره والله انا هعمل ايه بالظبط، ولكن هي بتيجي كده سبحان الله، يعني بالهدايه من عند ربنا يعني سبحانه وتعالى. المهم كان عندنا كده شويه مواعين، قلت اغسلهم واظبطهم كده زي ما انتم شايفين. المهم غسلتهم وظبطتهم، والله ما خدوا من ايدينا حاجه الحمد لله. بس انا كنت غاسله قبلهم، لا 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 مش عايزه اقول لكم انا كنت مقضيه ايه، والله ما كان عندي حله سليمه كان كله في الحوض، كان عندي حوالي 10 حلل على الحوض. تقولوا لي ليه؟ اقول لكم ما اعرفش. المهم غسلتهم وبعد كده ايه، قلت نعمل الحاجه مع بعض كده ونتسلى مع بعض كده، انتوا بتهونوا عليا التعب بصراحه يعني. المهم ايه، غسلناهم وظبطناهم ونضفنا الحوض ونضفنا الحنفيه كده. اغسليها كده بعد ما تخلصي كده، اغسلي حنفياتك واغسلي حوضك وظبطي دنيتك. وكل ما اغسل واخلص يطلعوا لي اطباق تانية، لا اله الا الله. هو انتوا مش هتخلصوا والله العظيم؟ حد عمال يناولني من ورا، اللي يخلص طبق يجيبوا لي، اللي يخلص كوبايه يجيبها لي. المهم قلت يلا طالما انا واقفه على الحوض ما فيش مشكله. انتوا عارفين ان انا يا بنات يعني المهم ان انا ما حد يعني انا ما اجيبش ما الفش اجيب عشان ما اتعبش، لا هم يجيبوا لي وانا اغسل، ما عنديش اي مانع ان انا اقف على الحوض بس حد يساعدني. المهم عبال ما خلصنا كده كان ايه، شويه الفلفل بتوعنا اتنقعوا كده في الميه اللي بخل ديت، ماشي. وقلت ايه، امسكوا مشطوفهم شطفه حلوه كده تحت الحنفيه زي ما انتم شايفين كده، والله العظيم خلاص بما انك حطيتيهم في ميه ردت الروح فيهم وبقوا حلوين قوي. المهم غسلتهم كده غسله حلوه، وبصي ما تبصيش لان انا بجري الفيديو، لا بس انا ماسكاهم ايه، مرشاهم يعني، ليفتهم زي ما انتم شايفين كده. بصي منظرهم بيبرق ازاي، الحمد لله الله اكبر. ومسكت الطبق كده صبنته وغسلته. اي حاجه تطلع من ايدك اعمليها على طول ما تستنيش. المهم ايه، كان عندي شويه خلطه كده في الثلاجه، خلطه محشي يعني، كنا عاملين محشي من يومين، وكان في شويه عندي في الثلاجه، فقلت ايه اطلع عليهم طماطميتين كده اقطعهم مكعبات صغيره زي ما انتم عارفين. وكان فايض عندي ايه، حبه ممبار برضو يعني، بس مش محشيين يعني. المهم ايه، قلت ازود عليهم، وكنت مطلعه الخضره ونسيت اقطعها. شفتوا بقى اللي حصل يعني، ده انتوا هتشوفوا العجائب في الفيديو ده والله العظيم. المهم قلبتهم على بعض زي ما انتم شايفين كده، قلبتهم على الخلطه وهي فيها خضره عامه، بس كان في خضره تانية انا كنت عايزه ازودها تمام. ورحت حاشيه ممبريتين، قلت احشي دول معاكم واكمل انا بقى. ما احنا كده كده حشينا قبل كده مع بعض كتير يا جماعه على القناه وعلى الصفحه. بس يلا بقى انا لا شايفه لايك ولا شير. بصوا بقى انا بحبه يبقى يعني مهوي كده، بحيث ان هو ما يفرقعش منك ويطلع سليم منك وجميل، وما يطلعش معجن ولا اي حاجه ولا مكتوم ولا الحاجات دي. المهم بعد ما حشيت الممبرتين دول يا جماعه، بصوا افتكرت الخضره، ما انا غسلاكي ومظبطاكي يا شيخه، رحت ايه ماسكاها ايه، مخرطاها وحطها على الرز برضو، ورحت مقلباها مديها تقليبه. لو فضيت الممبرتين دول ايه يا منى اللي انت بتعمليه ده؟ لا ما هو هعمل ايه طيب عشان احشيهم بقى بالمره يعني. لا وايه، ويعني بعد ما برضو ما عبيت الممبرتين دول نسيت ان انا كنت حاطه البصل، رحت مخرطه بصل ومخرطه، يا نهار ابيض يا منى عليكي. المهم قلت عشان ازود يعني، عشان لو الممبار طلع زياده، وفعلا الممبار طلع زياده يا جماعه معايا عن شويه الخلطه. رحت مزوده كوبايه رز وكوبايه وبصلايه، ورحت مظبطاهم وعاملهم، والله العظيم طلع طعمهم زي العسل. انا ما كنتش ناوي اعمل خلطه تاني بس هي جت كده يعني. المهم حشيتهم وحطيتهم يتسلقوا في الميه على النار، وقلت على بال ما يتسلق الممبار اكون انا عملت لي شويه حاجات كده. مسكت الفلفل كده قطعته وشلت الحته اللي كانت دبلت فيه ونضفته من جوه زي ما انتم شايفين كده، الفلفل الاصفر على الفلفل الاحمر، وعملت منه شويه حاجات حلوه قوي قوي يا بنات. كملوا الفيديو عشان تعرفوا احنا استفدنا من اليوم ده ازاي. والله العظيم اتعمل فيه حاجات كتيره جدا جدا جدا، وحاجات مفيده تنفعك في يعني في الايام اللي جايه، ماشي. المهم مسكته زي ما انتم شايفين كده، الحته اللي بقت مش نافعه خلاص برميها مش مشكله، خلاص الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم ان لحقت الباقي ليه بقى، انا كنت بجيبه يا جماعه من السوق يعني، هو كان غالي
الفتره اللي فاتت قبل العيد كان غالي قوي، فكنت ايه الاقي وانا جايه مثلا ايه حد بيبيع ده كيلو وربع ب 10 جنيه، ده كيلو ونص، حاجات كده يعني ايه دبلانه سنه، تجيبيها تحطها في الثلاجه ترعرع معاكي كده رع. المهم ايه واحطها في الثلاجه وامسكها اغسلها بعد كده، انقعها واغسلها واظبطها. المهم مسكت ايه كام فلفل كام قرن كده شويه حلوين كده بتاع ربع كيلو، حطيتهم ايه حراقين اللي هو الحراق او الرفيع ده يا بنات، ماشي، حطيتهم كده غسلتهم وحطيتهم على جنب كده في طبق زي ما انتم شايفين كده. ورحت ايه غاسله الصفايه برضو، الحاجه اللي بتخلص معايا بغسلها، ورحت منقيه كام فلفلايه من اللي هم الدبلانين الحمر كده وحطيتهم على الحراق دوت الفلفل الحار الاخضر ده، وركنتهم على جنب. ومسكت بقى الفلفل الاصفر على الفلفل الاحمر ده قطعتهم شرايح. طب ليه بتقطعيهم شرايح؟ اولا الفلفل الالوان ده يا جماعه ملوش روح في موضوع التلاجة ده عشان تبقوا فاهمين يعني، ماشي. فقطعتهم كده شرايح وحطهم في الديب فريزر بحيث ان انا استخدمهم يكونوا جاهزين عندي. بس الفكره هنا عشان تعمليه كده وتيجي تستعمليه ما تطلعوهوش يسيح من التلاجة من الفريزر، يعني تطلعيه تكوني خلاص مظبطت كبدتك، ظبطت الحاجه اللي انت هتعمليها، وتقومي حطاه بتلجه كده يفك عشان يبقى مقرمش برده معاكي، ماشي. وزي ما انت شايفه كده قطعتهم اهو ظبطتهم والله. ورحت نقله ايه عشان الطبق ده كان صغير، رحت نقله الفلفل الاحمر، كنت زودت برده على الفلفل الاخضر، حطيتهم على جنب كده وغسلت الحاجه ديت. ورحت معبيه ايه زي ما انتم شايفين كده ايه شويه الفلفل الاحمر على الاصفر كده، وهحطهم في اكياس كده واحفظهم في الفريزر، تمام. مش هيجرى لهم اي حاجه بقى. زي ما قلت لك كده تطلعيهم بتلجهم تحطيهم، ما تستنيش عليه لما يفك، لو فك هيعمل ميه معاكي ومش هيبقى حلو. تمام كده حبايبي. ادي كيسين بسم الله ما شاء الله عملنا كميه حلوه منهم تنفعنا. حطيتهم على كيسين احمر على اصفر لانك مش هينفع ايه تفصلي ده عن ده عشان ما تفكوهوش من التلج، تمام كده. ورحت جايبه الكبه زي ما انت شايفه، قطعت الفلفل الحار على الفلفل الاحمر وعملت شويه هريسه شطه، انما ايه يا خرابي. بس بصي بقى الخلطه اللي هتتحط هي دي سر الخلطه، مش اي حد يعمل هريسه شطه ولا هريسه مخللات ولا الحاجات دي، ماشي. المهم ايه هرستهم زي ما انت كده، اديتهم ضربه في الكبه. ورحت محط لهم معلقتين توم كبار كده عشان ما كانش عندي توم صحيح، على ربع كوبايه من الخل، وقشرت نص الليمونه كده تقشيره، يعني الليمونه بجيبها بشيل نص قشرها بس، يعني زي البرتقانه كده لما بتقشر، وقطعتها ايه قطع صغيره خالص بقشرها ها. ورحت حطاهم ايه حاطه ليمونتين كده في او 3 ليمونات في الكبه، ماشي. ورحت حاطه شطه وبابريكا وكزبره وملح وكمون، ورحت ضربه الخلطه دي على بعض يا جماعه. بصوا حتى كنت هنسى الملح اهو. ورحت ضربه الخلطه دي على بعض كده ورحت عاملاها، يا نهار الله اكبر، حته طعم قسما بالله ما تتخيليه ابدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه رمت معاكي كميه بسم الله ما شاء الله. انت لو تشتري البطرمان ده من بره هتشتريه بالشيء الفلاني، تمام. خلصنا من الفلفل كده، خلصنا من الفلفل. خش على البطاطس قشريها وظبطيها بقى عشان تحضري الاكل بقى، ما هم جعانين يا عيني وبيوحوحوا ومستنيين ايه الممبار. عارفين يعني ايه الممبار في حياتهم؟ عشق العشق، الاخ الاخ الثالث بالنسبه لاولادي. المهم عملت كده البطاطس ومسكتها ايه قطعتها وقلت اعملها ايه جنب الممبار كده. مسكتها ظبطتها وقشرتها وغسلتها وقطعتها صوابع زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ما يلا بقى تدوني لايك وشير، هو انا برغي لوحدي؟ ما ترغوا معايا ولا تقولوا اي حاجه ولا اي تعليق ولا اي كومنت بقى. المهم رحت جايبه البتنجانتين دول، كام بتنجانه دول كانوا في الثلاجه برضو عندي. البتنجان الملون ده يا جماعه تحفه 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 في القليه، وانك انت تخليه تحفه، وكمان ما تخرميهوش لما تيجي تحطوه في الزيت، بس تخلي بالك، تمام. تبعدي وشك يعني. ليه بقى؟ بيبقى لحمه من جوه لحم كده جميل ومش ممرر ومش مبذر يعني بصي بيبقى حاجه جميله جدا. المهم خلصتهم كده وظبطتهم وغسلتهم، ورحت غاسله ايه الحاجه اللي طلعت من ايدي. كل ما اخلص الحاجه اللي تطلع في ايدي يا جماعه بخلصها على طول، بحيث ما اركنش مواعين تاني، ويبقى عندي ايه برضو خرجت من المطبخ وانا عندي مواعين تاني، وبرضو هخرج وانا عندي مواعين. لا يعني ما تتكلموش عن موضوع الحوض ده يعني. المهم غسلتهم وظبطتهم كده زي ما انتم شايفين. وكل ده يا جماعه والممبار بتاعنا على النار بيستوي، يعني انا استغليت الوقت عملت فيه كذا حاجه، وعلى بال الممبار ما يستوي اكون انا خلصت الدنيا دي كلها زي ما انتم شايفين كده. المهم الممبار بتاعك تبقي عارفه ان هو هياخد وقت قد ايه، تكوني انت جايباه اصلا من عند الجزار او المكان اللي انت بتجيبي منه، تكوني عارفه هو هياخد منك وقت قد ايه عشان ما تتسوحيش، عشان لو عندك غدا ومستعجله، عشان لو جوزك جاي من الشغل او عندك ضيوف او يعني تبقي عارفه وفاهمه الحاجه دي هتاخد منك سوا قد ايه، تمام كده حبايبي. وده حسب ما انت فاهمه في الحاجات دي، الحاجات دي مش زي اللحوم او الفراخ او الطيور يعني، ماشي.
المهم زي ما انت شايفه كده، ورحت جايبه كيس ورحت لما فيه ايه الحاجات اللي طلعت من القشر اللي طلع مننا والحاجه. وبرده مسكت الحوض. هو بص كل ما تعملي تغسلي الحوض، كل ده هو الحوض ده عسل والله العظيم. انا بقف على الحوض يا جماعه يعني، بصوا خلاص هو طالما وقفت عليه الحاجه هتخلص وهتبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده الحمد لله. وبرده الفوطه امسح بيها، دي الفوطه المميزه بتاعت اللي انتوا عارفين بتاعت الحوض، حكيت لكم القصه بتاعتها يعني ماشي. المهم ادي الفلفل والهريسه بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه اظهرها لكم ازاي. وحمرت البطاطس الحمد لله، وحمرت البتنجان اهو. حمرت البطاطس والبتنجان في زيت معين لوحده في طاسه لوحدها، والممبار هنحمره برده في طاسه لوحده عشان تبقوا فاهمين يعني. دي غير دي لو تاخدوا بالكم من الفيديو يعني ماشي. المهم مسكت الممبار حمرته هو كمان كده زي ما انتم شايفين. والله الله اكبر زي ما انتم شايفين، الله اكبر الله اكبر. لا واحده مفرقعه ولا واحده طقت ولا طريقه الحشو طريقه السلق، بصي كل حاجه بتفرق معاكي الحمد لله. الله اكبر، ربنا يكفينا ويعني يكفينا شر الزيت ده يا جماعه. تاخدوا بالكم وانتوا بتقلوا وتبعدوا عن الحاجات دي، ساعات الممبار بيفرقع يعني ماشي. فخلي بالكم يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله طالع لونه جميل وتحفه. والبتنجان اهو حمرناه. قلنا ندوق الهريسه بقى الجميله خرشك وحياه ربنا كان طعمها تحفه الله اكبر يعني. يلا بقى يا بنات ادوني لايك وشير، والله العظيم ما شايفه اي حاجه ولا حد جه ساعدني ولا حد جه قال لي تسلم ايدك يا منمن. بصوا بقى الاكل كان بسيط وخفيف على قد كده والله العظيم، وشبعنا وكلنا وكنا مبسوطين قوي يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو حطوا لي احلى لايك واحلى شير. الواد مروان بيسرق الممبار لا سخن. كل سنه وانتم